بتواجه بورا وبتزعل منها انها ما قالتلهاش انها معجبه بونهو وانها كسبت عليها وما صارحتهاش. بورا بترد ان كل ده قبل ما ترجع من امريكا لانها افتكرتها معجبه بهيون جين وانها دلوقتي ما بقتش معجبه بيه وانها ما قالتلهاش عشان خايفه عليها. لكن يوندو اللي مزعلها ان بورا ما صارحتهاش وانها كدبت عليها وان مش ولد اللي يعمل بينهم كده وانها ممكن تتخلى عنه عشان صداقتهم اغلى، لكنها دايما بتعاملها على انها مريضه وخايفه عليها ومش بتعاملها على انها صديقه تصارحها بكل حاجه. الاتنين بيشدوا مع بعض وبيروحوا. الفيلم بيبدأ بوالد البطلة وهو واقف بيكنس قدام المحل بتاعه وفجأة بيجيله ساعي بريد وبيبقى جايب طرد لبنته اللي بتبقى مشغولة دلوقتي بتسجيل صوتها لإعلان شامبو في استوديو تسجيل. البنت دي هي بطلتنا بورا، بيكلمها والدها في التليفون عن الطرد اللي اتبعت لها ووقتها بيعرفها ان الطرد ده اتبعت لها من واحد اسمه جوزيف وجوه الطرد فيلم اسمه حب محرم وكمان دعوة لمعرض، وبيقعد يزعق لها لانه مفكرها بتواعد واحد اجنبي وكمان بيزن عليها انها ترجع البيت عشان تساعده هو ومامتها في توضيب الشقة عشان بينقلوا. بورا بتطلب من باباها يبعت لها صورة الطرد ولما بتشوف الصورة بتفتكر الماضي وبنرجع لسنة 1999 آخر القرن العشرين في بيت صاحبة بورا اللي بتبقى اسمها يوندو وبتكون صاحبتها المفضلة وبتبقى هتتأخر على الطيارة بتاعتها، فبورا بتزن عليها عشان تقوم توضب شنطتها بسرعة عشان لازم تسافر نيويورك تعمل عملية في قلبها ومفيش مجال انها تفوت الفرصة دي. لكن يوندو مش بتبقى عاوزة تسافر لأن قلبها بيبقى متعلق بواحد، وبتحكي في حماس لبورا عن ولد شافته في محل عيلتها المتخصص في بيع هدوم المدارس من كام يوم ومش قادرة تبطل تفكير فيه، وبتقول لها ازاي الولد ده ساعدها لما وقعت واتعورت وبتبقى وقعت في حبه من أول نظرة، والأسوأ انه من نفس المدرسة بتاعتهم، فازاي بقى تسافر وتسيبه قبل ما تتعرف عليه. بورا بتحاول تلاقي لصاحبتها حل عشان تقنعها انها تسافر وتعمل العملية، فبتعمل لهم حسابات على موقع داوم الكوري عشان يفضلوا على تواصل وكمان تعرف لها معلومات عن الولد ده. وفعلا يوندو بتسافر والاتنين بسرعة بيتعودوا على التواصل مع بعض عن طريق ايميل داوم، وده بيبان من التحديثات اللي يوندو بتبعتها لبورا عن حياتها في نيويورك وكمان نصايحها لبورا عن ازاي تلاقي الولد اللي هي بتحبه في المدرسة بتاعتهم اللي اسمه بيبقى هيون جين، وده عرفته من لبس المدرسة اللي كان لابسه وقت ما شافته في المحل. أول يوم في الفصل الدراسي بيبتدي وبتصحى بورا متأخر، فعشان تلحق باص المدرسة اللي كان على وشك إنه يفوتها بتجري بسرعة وبتبقى على وشك إنها تقع في الأتوبيس كمان، بس في واحد شهم بيلحقها وبيمسكها قبل ما تقع وبيعرض عليها كرسي عشان تقعد بداله. الولد بيبقى لابس لبس المدرسة بتاعه وعليه كارت باسم هيون جين، فبورا بتعرف على طول إنه هو الولد اللي يوندو بتحبه وعاوزة تعرف أخباره. المهم بورا بتبتدي تحقيقاتها عن هيون جين وبتتجسس عليه، فبتجمع معلومات عنه زي طوله ومشروبه المفضل وبتعرف إنه بيحب يلعب كرة السلة وحتى بتعرف مقاس جزمته، وكمان بتحقق لو كان بيحب بنت ولا لا وما بيطلعش عنده بنت في باله لانه دايما بيمشي مع صديقه المقرب اللي اسمه وونهو اللي هو كمان من نفس المدرسه. بورا بتبعت ليوندو كل الحاجات اللي جمعتها عن الولد ده اول باول، بس يوندو بتبقى عاوزه تعرف عنه اكتر، فبورا بتجهز لخطوتها الجايه وهي انها بتقدم في اختبارات الانضمام لنادي الاذاعه، وده لانها لما كانت في الحصه استاذنت من المدرس تروح العياده لان بطنها وجعها شويه وطبعا ده تمثيل، وعملت كده لما شافت هيون جين وهو رايح على العياده لما كانت بتشوفه من الشباك، وهناك سمعت وونهو وهيون جين بيتكلموا عن النادي وانهم ناويين انهم يقدموا فيه، وفي لحظه معينه وهي منغمسه في التنصت وونهو بيشوفها لكنه مش بيفضحها. في يوم اختبارات دخول نادي الاذاعه بورا بتستعرض مهارتها المبهره والمميزه في تايكوندو، بس الخطه بتتقلب ضدها لان هيون جين بيكون مبهور جدا من ادائها لدرجه انه بيتنازل عن مكانه في الاختبارات عشان يدي فرصه لبورا. بالنهايه بورا بتنضم للنادي وهيون جين لا، لكن بورا بيبقى لسه عندها شويه افكار تانية عاوزه تنفذها عشان تعرف هيون جين اكتر. بتروح تتعرف على وونهو صاحب هيون جين المقرب اللي كمان بيبقى موجود معاها في نادي الاذاعه، كمان بتحاول تعرف رقم البيجر بتاع هيون جين من مراقبتها ليه، والبيجر ده كان بديل للموبايلات زمان لكن بيكون لاستقبال المكالمات بس. المهم هي بتفشل والسبب انه وونهو بيسد رؤيتها لما كانت بتحاول تشوف الرقم اللي بيتصل بيه هيون جين، بس هي لا ما بتستسلمش وبتكون مصره تعرف الرقم، فبتروح تليفون عمومي وبتفضل تتصل بارقام عشوائيه من دليل التليفونات اللي في كابينه التليفون لاي حد اسمه هيون جين. ولما خلاص كانت هتستسلم لانها ما بتطلعش ولا نمره هي نمرته، فشاب بيرد على اخر مكالمه وبيطلع عارف اسم هيون جين، وهنا بورا بتفرح جدا لان اخيرا لقت رقمه. بورا بتعمل نفسها نظام آلي لجمع بيانات في بحث دراسي عشان تعرف اكتر عنه، وبتطلب تعرف اغنيته المفضله ورقم البيجر بتاعه، لكنها ما بتوصلش برضه لرقم البيجر لان الشخص اللي رد وقتها بيتعرف عليها وبيقول لها انت بورا صح؟ فبورا بتتوتر جدا وبتقفل السكه في وشه بسرعه. تاني يوم في المدرسه وونهو بيواجه بورا بخصوص المكالمه لانه بيطلع هو اللي رد على المكالمه مش هيون جين. بورا بتحاول تمثل ان الموضوع ملهوش علاقه بيها لكنها بتقع بلسانها وبتبقى متضايقه ان وونهو هو اللي رد على المكالمه وتصرف كانه هيون جين، لكن وونهو بيقول لها انه رد على المكالمه بدل صاحبه لكنه عمره ما قال لها ان هو هيون جين.
على العموم وونهو بيقبل انه يساعد بورا في انها تعرف رقم البيجر بتاع هيونجين، بس بشرط انها تجيب له فيلم باسم حب محرم في المقابل من محل عائلتها لتأجيل الافلام. بورا ما بتترددش وبتوافق وبتتسلل للمحل وبتجيب الفيلم اللي وونهو عايزه، وبيبقى نفس الفيلم اللي اتبعت لها في اول القصه. لكن حظها مش بيبقى حلو للاسف، لانه تاني يوم بتبقى في ورطه لان المدرس بتاعها قرر يفتش شنط الطلبه في الفصل وبيلاقي الفيلم في شنطتها، والفيلم بيكون مش لطيف، فبيعاقبها انها تقعد على ركبتها بره الفصل في الطرقه وهي شايله الفيلم فوق راسها. وطبعا وونهو بيظهر فجاه وبياخد الفيلم من ايد بورا وبيبص عليها وبيمشي، وده بيزود غضب بورا منه اكتر. لكن وونهو منساش وعده وبيخدع هيونجين انه يروح محل الفيديو بتاع عيله بورا عشان يديها رقم البيجر بتاعه. وونهو بيبقى خدعه وقال له ان المحل ده بيعمل خصم على اشرطه الفيديو، بس الشرط هو ان يديهم رقم البيجر بتاعه. وبكده بتنجح مهمه بورا وبتروح تدي لصاحبتها يوندو رقم البيجر بتاع هيونجين. اليوم اللي بعده مدرسه يوندو بتنظم رحله للطلاب. بورا وونهو النادي بتاعهم كلفهم انهم يصوروا الرحله، فبيشتغلوا سوا عشان يصوروا شويه لقطات للرحله. ويوندو اثناء ما وونهو بيصور بتساله عن هيونجين وهو بيجاوبها. بعدين بيعلمها ازاي تستخدم الكاميرا وهي كانت مهتمه جدا ومستمتعه. وبعديها قعدت تاخد شويه لقطات لهيونجين عشان تبعتها لصاحبتها. بعد الرحله الممتعه دي بورا راحت تلعب مع اصدقائها، لكن فجاه سمعت ان في خناقه قريبه لفرد من عصابه ضد واحد من مدرستهم، فراحت هي وزمايلها جري عشان يشوفوا اللي بيحصل. ولما وصلت لقيت ان الخناقه فيها هيونجين وونهو، وان واحد من العصابه كان على وشك انه يضرب هيونجين، فهي على طول اتدخلت واستخدمت مهارات التايكوندو بتاعتها وخلصت على الاشخاص اللي كانوا عاوزين يضربوه. بعديها بتمسك ايد هيونجين وونهو وبيجروا بسرعه سوا وبيقدروا يهربوا من افراد العصابه، لان الشرطه كانت قريبه والاشخاص اللي كانوا عاوزين يمسكوهم هربوا عشان ما يتعرضوش للمشاكل مع الشرطه، والثلاثه بقوا في امان دلوقتي. لكن بعديها اكتشفوا ان رجلين بورا اتلوت لما ضربت العصابه وما خدتش بالها فاخدوها للمستشفى. تاني يوم في المدرسه بورا بتتفاجئ بزياره غير متوقعه من هيونجين. بيجي ياخدها بعد المدرسه بالموتوسيكل بتاعه وبيوديها لمكان هادي عشان يتكلموا عن الخناقه اللي حصلت الليله اللي فاتت. هيونجين بيعتقد ان بورا عملت كده لانها مهتمه بيه وبتخاف عليه، لكن الحقيقه انها عملت كده عشان يوندو صاحبتها اللي عارفه انها تزعل لو هيونجين اتاذى. هيونجين بيبقى واضح عليه انه بدا يعجب ببورا بعد اللي حصل وبيعزمها على العشاء. ولما بيوصلوا للمطعم بيلاقوا انه وونهو شغال هناك وهم بيتعشوا. هيونجين بيقرر انه يصارح بورا بمشاعره وبيقول لها انه معجب بيها وعايز يوعدها، بس ده ما كانش المفروض يحصل لان بورا كانت بتعمل كل ده عشان يوندو بس. فبتتوتر وابتدت تقول في حجج عشان تكرهه فيها وانه ما ينفعش يعجب بيها، زي انها بتاكل كتير وطريقه اكلها مقرفه وانها مش نظيفه وما بتغسلش شعرها بالشهور وحجج كتير سخيفه تانية. وكانت مصدومه جدا لدرجه انها جريت بره المطعم من غير عكازها. وانه لاحظ خروجها المفاجئ وطلع يجري وراها ومعاه العكاز. مش بس كده، ده كمان عدل الرباط الضاغط اللي كان مربوط في رجلها بسبب الالتواء، وكان مستغرب وسالها مش انت معجبه بهيونجين ليه هربتي لما اعترف لك؟ لكن بورا انكرت ده وقالت له انها مهتمه بيه، بس ده مش اعجاب وان في فرق واضح بين الاعجاب والاهتمام، لكنها ما عرفتش تشرح الفرق. بالليل بورا كانت بتحاول تحكي ليوندو عن اللي حصل لها مع هيونجين، لكنها اترددت تبعت الرساله وكانت واثقه انها هتقدر تحل الموضوع لوحدها من غير ما تعقد الدنيا. بعدها بايام المدرسه نظمت رحله تانية وخلالها بورا اتصورت شويه صور ممتعه مع زمايلها، كمان راحت تشتري هديه ليوندو بس للاسف فلوسها ما كفتش، وهيونجين دخل في اللحظه المناسبه وساعدها تشتريها. مش بس كده، ده كمان قعد يغيظها ويفكرها بالحجج اللي قالتها في العشاء اللي فات عشان ما تخليهوش يحبها. هي ردت عليه ووضحت له انهم زمايل بس ومش هيكونوا اكتر من كده، لكنه ما اهتمش باللي قالته، فضل برضه يرخم عليها. وانه كان بيراقبهم من بعيد وحزين لانه واضح انه معجب ببورا هو كمان. بالليل هي واصحابها قعدوا يسكروا جامد وفجاه شافوا زمايلهم الولاد اللي فوق بيسرقوا الكحول بتاعهم، فبورا وهي سكرانه بتطلع تدق على باب واحد من الاوض اللي فوق عشان تواجههم، واللي بيفتح الباب هو وانهو وبيلاقي بورا واقفه وهي نص نايمه على الباب. لكن قبل ما يبداوا يتكلموا بيقرروا يهربوا بسرعه لمكان تاني عشان يستخبوا من المدرس اللي كان بيتمشى في الطرقه بعد ما سمع صوت دوشه. وقتها بورا بتعترف لوينهو باعجابها بيه. واليوم بيعدي وتاني يوم بورا ما بتكونش فاكره اي حاجه وبتصحى اخر واحده، وبيبقى واضح جدا للمدرس عن اللي حصل الليله اللي فاتت. وكجزء من عقاب المدرسه ليهم كلهم بيتكلفوا انهم ينظفوا الشط سوا، وانهو بيقدم لبورا عصير عشان يساعدها تتخلص من الصداع اللي عندها بسبب الكحول، وده بيخليها تاخد بالها من لطفه واهتمامه وبتفضل تتامل فيه من بعيد وهو بيصور بالكاميرا بتاعته. لكن اللحظه الهاديه دي بتبوظ لما هيونجين بياخد باله من نظرات بورا وبيقترح انهم ياخدوا صوره جماعيه سوا على الشط، وبياخدوا الصورة بسعادة وبورا بتبعت الصورة ليوندو. بتمر الأيام وبيخلص الفصل الدراسي الأول وبتبتدي الأجازة، وبورا بتبقى قاعدة زهقانة عاوزة تشوف وينهو وأمنيتها بتتحقق لما بيفاجئها أما بيزورها في محل عيلتها والجو كان بيمطر والشوارع فاضية، لكنه بيظهر عشان يقول لها إنه هيشتغل في محل آيس كريم قدام محلهم. ومن هنا الاتنين علاقتهم بدأت تكون أقوى، وبورا بتفضل تبص من محل عيلتها على وينهو وهو في شغله قدامهم. وفي يوم بورا كانت بتلعب مع أخوها قدام محل عيلتها وينهو عدى من قدام المحل.
هي وقتها عرفته باهلها واخوها الصغير، وهو عزمهم على ايس كريم. وهنا بيعرفها وونهو انه كان عايش في نيوزيلندا مع عيلته واخوه، لكن والدته انفصلت عن والده ورجع كوريا مع والده وانفصل عن مامته واخوه. اليوم بيعدي وبورا بعديها بتكتب ايميل ليوندو بمشاعرها ناحيه وونهو وبتبعتها، وبعديها راحت تتشارك عشان تقابل وونهو، لكن قابلها في وسط الشارع هيونجين وعزمها على ايس كريم في المحل اللي وونهو شغال فيه، وهي ما قدرتش ترفض. وهناك بيبدأ الصديقين يتنافسوا بطريقة ودية عشان يجذبوا انتباه بورا، وهي بتبقى قاعدة مش عارفة تتصرف ازاي. لكن فجأة في وسط كل ده بتشوف صاحبتها يوندو من بعيد. اللحظة دي بتكون مليانة مشاعر، وبورا ويوندو أخيرا بيتجمعوا بعد فترة طويلة، بيحضنوا بعض وهم بيعيطوا من الفرحة. وفي الوسط وونهو وهيون جين بيتفرجوا عليهم، وبورا بتعرفهم على يوندو وبتاخدها وبيروحوا البيت، وهناك بيتكلموا وبيحكوا مع بعض عن كل اللي فاتهم. يوندو بتبقى اتحسنت جامد بعد الجراحه اللي عملتها في قلبها، وبتبقى متحمسه وبتتكلم عن اعجابها بالولد اللي كان لابس اليونيفورم بتاع محل الايس كريم، وانها ما كانتش متوقعه انها تشوفه بالسرعه دي. لحظه بس، الولد اللي شغال في محل الايس كريم هو وونهو مش هيون جين. ومن هنا يوندو بتطلع صورة وونهو وبورا وهيون جين اللي أخدوها على الشط، وبتوري بورا القلب اللي رسمته حوالين وش وونهو في الصورة، وبيظهر إن وونهو هو الولد اللي شافته يوندو في محل عيلتها قبل ما تسافر لنيويورك، وإن هو الشخص اللي كانت معجبة بيه طول الوقت. بنعرف ساعتها انه وونهو كان مستلف لبس المدرسه بتاع هيون جين لما زار محل عائله يوندو، وبيطلع انه زار المحل ده اول لما رجع من نيوزيلندا وراح عشان يجيب لبس المدرسه بتاعه لانه لسه ما كانش جاب اللبس. بورا بتتصدم لما بتعرف الحقيقه، وبتبدا تدرك ان الامور ما بقتش في صالحها، وبتفكر إذا كانت لازم تصارح يوندو بالحقيقة ولا لأ. لكنها في النهاية بتقرر تسكت عشان صاحبتها لسه عاملة عملية في قلبها. كمان بتمسح الرسالة اللي كانت كتبتها ليوندو على موقع داوم اللي كانت بتحكي لها فيها عن مشاعرها تجاه وونهو، ولحسن الحظ يوندو ما بتكونش لسه قريتها. بعدها بورا بتتجاهل وونهو في كل مرة تشوفه، وكمان كانت متفقة تروح معاه السينما ما بتعملش كده، وبتبعت يوندو تروح بدلها. وأثناء ما يوندو بتقابل وونهو عشان السينما، بورا بتقضي وقتها مع هيون جين في قطف العنب. بالليل بورا ويوندو بيتقابلوا وبيحكوا له مرة في يومهم، ويوندو ما بتبطلش كلام عن وونهو وقد ايه انه لطيف وعاوزه تعرف معلومات اكتر عنه، فبتسال بورا اذا كانت عارفه حاجه زياده، فبترد بورا انها ما تعرفش. ويندو كمان بتفتكر ان بورا معجبه بهيون جين وبتقترح يخرجوا الاربعه سوا. في نفس الوقت وونهو بيبعت رساله للبيجر بتاع بورا وبيطلب منها انها تتصل بيه. بورا بتتوتر قدام يوندو وبتقرر انها تخرج في نص الليل للتليفون العمومي اللي قدام بيتها عشان تتصل بونهو. وبعد لحظات وونهو بيظهر قدام بورا وبيبقى مبسوط جدا انه شافها تاني اخيرا من وقت طويل. الاتنين بيقعدوا مع بعض. بورا وقتها بتوضح له وونهو بكل برود انها ما عندهاش اي مشاعر ناحيته، وبتتاسف له لو فهمها غلط، وبتقول له انها مش بتحبه، وبعديها بتمشي وبتسيبه وراها. وبنعرف ان وونهو كان جاي يشوفها عشان سبب تاني خالص، وكان مجهز لها جواب بس ما قدرش يديهولها، والجواب ده بيشرح انه حبها من زمان، وده كان لما شافها اول ما رجع لكوريا ودخل محل الفيديو بتاع اهلها ولقاها بتسرق الفيلم اللي بعنوان حب محرم، فجاله فضول ناحيتها وبقى كل ما يشوفها يبتسم تلقائيا مع انه كان نادرا ما بيستمتع مع حد. ولما حس انها معجبه بصاحبه كان غيران ومتألم، بس لما قضى وقت اكتر معاها عرف انهم الاتنين بيحبوا بعض، بس بيعرفها انه لازم يرجع لنيوزيلندا ضروري، وبيوعدها انه يرجع تاني. الفصل الدراسي الجديد بيبدأ، وبورا وونهو كانوا مضطرين يمثلوا ان كل حاجه تمام بينهم، لكن ده ما بيبقاش سهل، خصوصا بعد ما الاتنين النادي اختارهم يشتغلوا على مشروع سوا بعنوان رسالة للقرن ال21. مشروع بيسجلوا فيه رسائل بالفيديو لزمايلهم عن توقعاتهم وأحلامهم للقرن الجديد. الجو بينهم بيكون محرج لكنهم بيتصرفوا بشكل طبيعي. بعد ما بيخلصوا تصوير المحتوى بيبقى باقي بس المونتاج، فعشان كده يوندو وبورا بيسافروا في رحلة مدرسية لسول مع وونهو وهيون جين، بيزوروا فيها محطة تلفزيونية مشهورة هناك عشان يتعلموا ازاي يمنتجوا الفيديوهات. وأثناء الرحلة وونهو ما بيبطلش تركيز مع بورا. في وقت الاستراحة يوندو بتعرف بورا انها ناوية تعترف لوونهو بمشاعرها، وان عمها اداها تذاكر لملاهي قريبة من هنا، فعشان كده هتستغل الفرصة دي وتقول له كل حاجة هناك. وبتطلب من بورا انها تهيئ لها فرصة تكون لوحدها مع وونهو عشان تعترف له. وفعلا الاصدقاء الاربعة بيروحوا على هناك وبيلعبوا وبيستمتعوا سوا، بس يوندو بتلاحظ ان وونهو كان مركز قوي مع بورا، فبتستغرب من موقفه. بورا بتكون حذرة جدا وحريصة في اختيارها الالعاب هادية عشان صاحبتها لسه عاملة عملية لقلبها. يوندو بتلاحظ ان بورا بتختار الالعاب المملة بسببها، فبتقترح على بورا انها تروح مع هيون جين يلعبوا اللي هم عاوزينه. فبورا بتفهم ان يوندو عاوزة تقعد مع وونهو لوحدها، فبتوافق وبتاخد هيون جين للعبة فيها حركة وبتسيبهم لوحدهم. يوندو بتحاول تفتح كلام مع وونهو، بس هو بيستأذن منها وبيقول لها ان عاوز يركب معاهم، وبيتأسف لها وبيروح على هناك وبيطلب من هيون جين ان ياخد مكانه. بيرجع هيون جين ليوندو وبيقول ربنا يستر على وونهو عشان عنده فوبيا المرتفعات، ورغم كده ركب اللعبة الخطيرة دي، وبيقول لها ان عمل كده عشان هو معجب ببورا. بعد ما بورا وونهو بيخلصوا اللعبة بيقعدوا يتكلموا سوا. وونهو بيقول لها انه هيرجع لنيوزيلندا وبيخيب امله لانها ما زعلتش من الخبر ده وبيتمنى لها السعادة. بعديها يوندو بتواجه بورا وبتزعل منها انها ما قالتلهاش انها معجبة بونهو وانها كذبت عليها
وما صرحتهاش. بورا بترد ان كل ده قبل ما ترجع من امريكا لانها افتكرتها معجبه بهيون جين، وانها دلوقتي ما بقتش معجبه بيه، وانها ما قالت لهاش عشان خايفه عليها. لكن يوندو اللي مزعلها ان بورا ما صرحتهاش وانها كدبت عليها، وان مش ولد اللي يعمل بينهم كده، وانها ممكن تتخلى عنه عشان صداقتهم اغلى، لكنها دايما بتعاملها على انها مريضه وخايفه عليها، مش بتعاملها على انها صديقه تصارحها بكل حاجه. الاتنين بيشدوا مع بعض وبيروحوا، وبورا بتحاول تتصل بيها لكنها مش بترد عليها. وساعتها يوندو كانت قاعده بتتصفح الايميل بتاعها، وبتلاقي هناك بالصدفه الرساله اللي كانت بورا كاتباها عن اعجابها بونهو في سله المهملات، فبتقعد تعيط وبتقرر انها تساعد بورا، وبتروح تقول لونهو عن ان بورا بتحبه وكدبت عشانها، وان بورا دايما كده بتضحي بنفسها عشانها. وونهو لما بيسمع منها الكلام ده بيبعت لبورا رساله صوتيه وبيطلب منها تقابله ضروري، لكن بورا اخوها الصغير بيتصاب وبتنقل للمستشفى وهي ما بتسمعش رساله وما بتقابلوش. تاني يوم بورا بتروح المدرسه، ويوندو بتمثل انها مريضه عشان تاخدها للعياده وتصنع ليها فرصه انها تغيب عن المدرسه، وبتقول لها روحي الحقي وونهو، وبتعرفها انها مش زعلانه منها خلاص. بورا بتجري على المطار بسرعه، وهناك بتقابل وونهو وبتتاسف له انها كذبت عليه وقالت له انها مش بتحبه، وانها بينت انها مش زعلانه انه هيسافر لنيوزيلندا ويبعد عنها مع انها حزينه جدا، وبتعترف له بحبها بعديها وبتقول له انها هتستناه، والاتنين بيقعدوا يعيطوا سوا وبيودعوا بعض. بتعدي الايام وانه بيبقى على تواصل دايم مع بورا وبيقول لها على اخباره، حتى بيبقوا ناويين يدخلوا نفس الجامعه في كوريا السنه الجايه لانه بيوعدها انه يرجع. المهم السنه بتمر وبورا بتتقبل في كليه الاعلام زي ما اتفقوا، وقررت تبعت له زي كل مره، لكنه المره دي ما بيردش عليها، وبتبعت له رسائل كل يوم وبتتصل بيه مش بيرد برضه. بتمر السنين وبتيجي آخر سنة في الجامعة وهو لسه مش بيرد، وأهلها وأصدقائها بيجبروها تروح تقابل واحد بنية الجواز عشان تنسى وونهو، لكن لأن اسم الشخص اللي قابلته وونهو بتقعد تعيط جامد وبتروح تتصل بيه تاني، وكالعادة مفيش رد، فبتعلن كرهها ليه وبتقعد تشتمه. نرجع بقى للحاضر لما كبرت وجالها الطرد بتاع الفيلم، كان جوه الطرد تذكرة لحضور معرض للصور، فبتروح على هناك وبتقابل اخو وونهو اللي بيبقى اسمه جوزيف، وبتعرف منه ان وونهو توفى من 15 سنة، ولما كان في نيوزيلندا وهو قاعد بيرتب الشقة لقى شريط الفيديو اللي بعته لها، فرجع كوريا عشان يديهولها، لانه لما اتفرج عليه حس انه لازم يبعته لها، وعرفها ان وونهو كان عاوز يرجع لها كوريا، وانه حكاله ان افضل اوقات حياته القصيرة كانت معاها، عشان كده كان عاوز ينقل لها مشاعر اخوه عشان ما تكرهوش. بورا بتروح البيت وبتفتح شريط الفيديو اللي جوه علبة فيلم حب محرم، وانهو بيبقى مصور شوية لقطات ليها، وكمان مصور نفسه هو واخوه عشان يعرفها عليه، وبيقول لها انه مشتاق لها وانها تستناه شوية وهيجيلها. هي بتتأثر جامد وبتبقى مفتقداه وبتقعد تعيط. وبكده بيخلص فيلمنا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام.